وانا اقول لك لا. في جهه اعلى في رئيس هيئه قوميه يعملوا جواب لا ليه رئيس قطاع السويس الجواب رسمي ورد رسمي ساعتها دي لازم هي تتكلم عايزين يشتغلوا مستوى المعادلة. المشكلة عندنا موقفة في الموضوع من نزل الجيوب الشحوم مفيش حاجة تيجي بس عندي عايزين تغيير السيارة عايزين من الجيوب الشحوم مكتوبة بقى لها بقى انا مفيش حاجة بتجيلي في الصحف الوضع عليه امبارح ان ناخد رقم مفيش حاجة زيوت وشحوم بتيجي بوقف. بص انا اول حاجة عندي الوقود مستلزمات التشغيل والوقود دول اول دورة الوقود شرب كلور اساسيات عندنا دول بيطلعوا قبل المرتب اساسا معانا. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تطلع المرتب الشابة والكلور والوقود والزيوت والشحوم. انت عندك بقى الهيئة القومية كنا هنتكلم التفاصيل دي خليها بعدين ولكن كده جالك في كتير عندك هواية عطلانين ده من يوم التسليم معلش عندك كرتين عندي 3 عطلانين مش 2 في كرتين عندك اللي بيشتغلوا لحد ما يقدموا هو ال3 عطلانين واقفين على ايه؟ واقفين على حاجات بسيطة جدا ماجنها ما حدش يدير فلوس حضرتك ما بتكلم عن حاجة عشان كده يعني هو الفلوس اللي عندنا التجربة دي فين؟ خلاص اتفقنا نتائج التحليل في قرار المجلس هتطلع برضه ان احنا نتائج التحليل العربي ايه الجديد ايه اللي جاب فيه وايه الاجراءات اللي اتعملت مثلا احنا عارفين ايه طب بالنسبه للاخوه بتوع الصحه التربيه بالنسبه لثلاث محافظات في اي تعليق فيها؟ التحليل العربي وبعدين بنروح ساعات بنلاقي احنا طلبنا دي مسؤوليه الدكتور احمد بقى شوف بقول عايز ابقى صحابي دي ولا كتير يعني هسألك سؤال محطة بتهيأ في محطة الشهور محطة الشابة لا ما احنا قلنا هنشتغل عليها بقى نشيل المحطة دي لا في احسان وتجديد ورفع كفاءة مع الهيئة لا بيتنجل عليه الصورة بالتأثير اللي معاك برضه بعد ماله محمد بورس احنا بدأنا ندعو كله شغالين على اشتغلنا على معارف برضه لو في جواب جاي للذات محافظ بلاش على طول مسكه وخلاص يا ريت صورة منه من محمد بيه. بص يا محمد بيه خلال كده حاجة على السبع الله برضه التحقق حصل علينا